متأكد بلي راح تعجبك هذه الوصفة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير كامل على خير. مرحبا بكم في قناتي لديليز دو نعيم. اليوم جيتكم بوصفة الكيكة بدون بيض اقتصادية مع الصوص الشيكولا اللي راح نخدموها مع بعض، صنع منزلي وراح تحتاجوها بزاف للتزيين. ما عليكم غير تتبعوا الفيديو، ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل الوصفات. مشاهدة ممتعة للجميع. بسم الله. هنايا راح نبداو طريقة التحضير. نحط إناء كبير، نحط عليه كاس ونصف ماء من الحنفية فقط. حجم الكاس 220 مليلتر. وراح نضيف هنا كاس صغير اتاي زيت، كاس السكر، نفس الكاس اللي راح نقيسو به الماء راح نقيسو به السكر والفارينة وباقي المقادير. ملعقة كبيرة خل، 2 ملاعق كبار كاكاو بني نوعية جيدة، ملعقة صغيرة لافاني اختياري. وراح نخلط هذه المكونات باستعمال الفويي. انا استعملت هذه الاداة الكهربائية. راح نخلطوا مليح هذه المقادير ونزيد نضيف هنا رشة ملح، زوج كيسان فارينة. حجم الكاس 220 مليلتر اللي قسنا به السكر راح نقيسو به الفارينة. وراح نحط كيس خميرة الحلويات 10 غرام. وراح نخلط هذه المكونات مليح حتى نتخلص من هذوك لي كريمو. تقدروا هنا تستعملوا الخلاط الكهربائي او بالفويي فقط حتى تدخل هذيك الفارينة كامل في المكونات. ننصحكم تجربوا هذه الوصفة، وصفة اقتصادية وتقدري تحضريها في 5 دقائق. هنا راح نحطو بلاطو اللي راح نطيبو فيه. الطول تاعو 30، العرض على 10، 30 على 10. راح ندهنوه بشوية زيت باه ما تلصقلناش بيان سور. ملاحظة فقط، مقبل ما ندخلوها الطيب راح نشعلو الفرن تاعنا على 180 درجة، واللي عنده الفرن يشعل من تحت ومن فوق راح نشعله من تحت، ومن بعد راح نشعله من فوق باه تنشف. راح نحطو كامل الخليط ونسويه مليح. وراح ندخلوها الطيب على 180 درجة. وهنا راح نحضروا الصوص الشيكولاته، صنع منزلي اقتصادية وتخرج بزاف بنينة. نحط اناء كبير، راح نحط عليه نصف كاس حليب، نصف كاس سكر اللي نكيلو به الحليب راح نكيلو به السكر، ونصف كاس الزيت. نفس الكاس اللي كيلنا به الزيت والسكر راح نكيلو به الحليب. كامل المكونات. 2 ملاعق كبار الكاكاو بني ويكون نوعية جيدة، وتقدروا تضيفوا هنايا ملعقة صغيرة لافاني. راح نطلعوها كي شغل راكم تطلعوا في المايونيز حتى تخرج ثقيلة كيما راكم تشوفوا، حتى تخرج ثقيلة بهذه الطريقة. بعد ما طابت الكيكة تاعنا راح ندير لها هذيك الفقاعات هكذا، وراح نشربها انا هنا بالجي، وتقدروا تشربوها بالسيرو. انا شربتها هنا بالجي. وراح نديروا هذيك الشيكولاته كامل بهذه الطريقه، يعني راح تخرج لكم بزاف بنينه. ننصحكم تجربوا هذه الوصفه اقتصاديه، ما تديلكمش بزاف الوقت. تقدروا ديروها في الليل وتاكلوها صباح.
ولا تحضروها لولادكم الصباح يشربوا بها القهوة، بزاف بنينة، ننصحكم تجربوها. راح نسوي لها كامل السطح تاعها بهذه الطريقة. وانا هنا زينتها بمبشور الشيكولاته. التزيين يبقى لكم اختياري، تقدروا ديروا لها كريم شونتي كما تحبوا، التزيين يبقى لكم اختياري. ونقطعوها بهذه الطريقة مع هذيك الصوص الشيكولاته، خرجت بزاف بنينة، ننصحكم تجربوها. واذا عجبتكم الوصفة لنهار اليوم ما تنسوناش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة ليصلكم كل الوصفات، ونتلاقاو في وصفة اخرى ان شاء الله. السلام.